النهارده بقى هنقارن ما بين كل انواع الزيوت عشان ما يكونش عندكم ليا اي حجه. ما تجيش بقى تقول لي اكل زيت زيتون ولا زيت ذره ولا زيت عباد الشمس ولا زيت جوز الهند. ورقه وقلم بقى يا ست الكل وتعالي اكتبي ورايا. هنصلي بقى على النبي في التعليقات، ولو عندك اي سؤال سيبهولي في الكومنتات. ومحتاجين بقى ندوس لايك كتير الفتره الجايه. اول حاجه زيت الزيتون، وده طبعا عمهم، ده غني جدا بالاحماض الدهنيه غير مشبعه، الاحماض الدهنيه الاحاديه سبق واتكلمنا عنها، وكمان مضادات الاكسده، بيقلل الكوليسترول الضار ويحمي القلب. بس الافضل تستعمله على البارد، نقطه صغيره كده ما تكترش، ويا ريت نتك على كلمه على البارد عشان ما حدش يسخن عليه كتير. تاني حاجه بقى زيت عباد الشمس او دوار الشمس، ده بقى بيحتوي على فيتامين اي مهم جدا للقلب، بس يا ريت نستعمله بدون افراط، ما نكترش منه. اما بقى زيت دوار الشمس فهو هيكون مناسب جدا مع القلي الخفيف. يعني ايه قلي خفيف؟ يعني انا بالفرشه كده همس على قطعتين بانيه واحطهم في الاير فراير، يا سلام، دوار الشمس مناسب قوي في الحته دي. اما زيت الذره فده بيحتوي قوي على اوميجا 6، ودي مهمه جدا لتخفيض مستوى الكوليسترول في الدم، وده اكيد مناسب للقلي. يعني هنقلي بيه سمك، هنقلي بيه فراخ، نقلي بيه بطاطس، بس يبقى لازم بقى تحط في دماغك ان ده هيبقى كالوريز عاليه. رابع بقى حاجه ده زيت النخيل، وده لازم تعرف عنه ان هو بيحتوي على احماض دهنيه مشبعه، والاكثار منه غلط لانه هيرفع مستوى الكوليسترول في الدم، هيعلي دهون الكبد، هيبقى في مشكله كبيره بالنسبه لعضله القلب، فيا ريت ما نستعملهوش غير في الضروره. وبالمناسبه ده اللي بيجي مع باكل اندومي. اخر حاجه معانا بقى هو زيت جوز الهند، وده زيت متوسط السلسله. يعني ايه؟ هو لا نقدر نسميه احماض دهنيه مشبعه ولا احماض دهنيه غير مشبعه، هو حاجه في النص كده، وده بيمد الجسم بالطاقه السريعه، بس يستحسن ما نكترش منه. وده غالبا بنستعمله في الطهي او في الحلويات، بس يا ريت ما نقليش بيه كتير. وطبعا زيت جوز الهند مهم جدا لما بنيجي بقى نحط دايت كيتو، لان دايت كيتو بيحتوي على دهون واحنا بنبقى عايزين الدهون دي. نصيحتي بقى انا كدكتور تغذيه ايه؟ يا ريت ما نقليش بالزيت اكتر من مرتين ايا كان نوع الزيت. فكره بقى خلط الزيوت، لان في ناس بدات تستعمل الزيتين، يعني مثلا يحط زيت زيتون ويحط زيت ذره. يبقى لازم حضرتك في الاول قبل ما تعمل الحركه دي تكون فاهم انه بيحتوي على دهون كتيره ودهون قليله، انهي مضاد للاكسده وانه بيحتوي على دهون مشبعه ممكن تضرك. يبقى قبل ما تخلط لازم تكون فاهم انت بتحط ايه على ايه وينفع ولا ما ينفعش. وفي فكره مهمه جدا بالنسبه لتخزين الزيوت، لازم نعرف ان احنا محتاجين نحط ازازه الزيت بتاعتنا في مطبخنا في مكان مظلم وبارد حتى لا يتعرض لاشعه الشمس، لان عند التسخين او التعرض لدرجه حراره كبيره قوي بيتم تغيير الكيميائي للزيت، وبالتالي ده ممكن يسبب ضرر كبير على صحتنا. وعموما يفضل قوي ان احنا نعمل مشويات او نستخدم البخار كنوع من انواع التسويه، في فرصه قليله قوي ان احنا نقلي، لان القلي يا جماعه بيزود الكوليسترول، وطبعا ده اكيد هيعمل مشاكل في مساله ارتفاع ضغط الدم وزياده مستوى الكوليسترول. دكتور محمد حسنين، استشاري التغذيه العلاجيه.